قالوا زمان. قالوا زمان، والحلقة التالتة، والنهاردة مع مثل جديد من أمثالنا الشعبية: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. والله فعلا ما كانوش بيقولوا كلام كده من فراغ. معناه إن القرش القليل النظيف ينفع في يوم الأزمة ويوم الشدة. المثل ده كان يقصدوا بيه إيه؟ وكانوا عايزين يقولوا لنا إيه؟ كانوا عايزين يوصلوا لنا إيه؟ المثل ده بيخلي عندنا ثقافة حسن التعامل مع كل قرش بنكسبه من عرق جبيننا، عشان ما نبقاش مهملين في حاجة بنتعب فيها. العالم بتاعنا اتغير قوي، وبقينا مجتمع مستهلك جدا جدا، وللأسف بقينا بنفتخر بكده. ده غير بقى انتشار السوشيال ميديا وتأثرنا بشكل كبير مباشر وغير مباشر بناس غريبة علينا ومش شبهنا، وللأسف بقينا بنقلدهم. احنا مجتمع طيب قوي ومسالم قوي، وفعلا محتاجين نرجع لثقافتنا، محتاجين نرجع لأمثالنا الشعبية بتاعت أجدادنا، ونعرف ازاي نحافظ على فلوسنا حتى وإن كان الدخل قليل وضعيف. طب هو القرش الأبيض ده معنى إيه؟ معنى إحنا نوفر. طب هو التوفير ده ليه فوائد؟ طبعا ليه فوائد. من فوائد التوفير ده إن إحنا نقدر نواجه أي طوارئ في حياتنا، نكون مستعدين لأي مفاجأة زي الحروب أو أي وباء عالمي زي كورونا. عدى علينا سنة وسنتين كورونا كانوا من أسوأ أيام حياتنا. لو إحنا مش مستعدين لكده كنا هنعمل إيه؟ ايه كمان فايدة التوفير؟ لا قدر الله اترفدت من شغلي، الشركة اللي بشتغل فيها فلست فجأة، قفلت وسرحت كل العمالة وبدون اي تعويضات، هعمل ايه؟ التوفير كمان بيخليني اقدر احافظ على قيمة فلوسي، بمعنى ان القيمة الشرائية للفلوس بتقل مع مرور الوقت نتيجة التضخم. هنا بقى فايدة القرش الابيض بقى اللي اجدادنا قالوا لنا عليه. طب التوفير بيخليني ايه كمان؟ بيخليني ابعد عن حاجة اسمها قروض. أسوأ سيناريو ممكن نعيشه هو إدمان القروض. صدقني هتحس إنك مهموم قوي ودايما مش عارف تبقى سعيد. طيب افرض حبيت تسوي معاشك بدري وانت لسه بصحتك وعايز تعيش حياتك. حلم أي إنسان إنه يطلع معاش وهو لسه صغير عشان يقدر يستمتع بصحته ووقته. إيه كمان من فوائد التوفير؟ إن أنا أقدر أستثمر. والله لو وفرت شوية فلوس على جنب كده صغيرين هيشجعني أقدر أستثمر الفلوس دي، وبيعلمني إزاي أقدر أدير أموالي بطريقة محسوبة ومدروسة. إيه كمان فوائد التوفير؟ إن أنا أقدر أتخلص من المصاريف الزايدة. أي مصاريف زايدة كنت بصرفها في حاجة ملهاش لازمة أقدر أفكر فيها بعقلانية قبل أي قرار أقدر أخده في حياتي المالية. ولازم أتخلص من العادات الاستهلاكية السيئة زي الإسراف والمشتريات الغير ضرورية، وأي حاجة غير ضرورية في حياتنا المفروض أتخلص منها. طيب أي حد فينا بيحب يطلع مصيف. طب أنا هطلع المصيف إزاي ده وأنا معيش فلوس؟ هو ده برضو القرش الأبيض. كلنا بنحب السفر والمغامرة والمصايف عشان نكسر روتين الحياة وعشان نجدد طاقتنا، وده طبعا أمر مش سهل ومحتاج فلوس ومحتاج توفير ومحتاج أكون عامل حسابي. طيب هو مش أنا عيالي بيكبروا ولازم أقدر أغطي تكاليف الدراسة الجامعية بتاعتهم؟ كلنا بنحلم أولادنا يطلعوا أحسن مننا ويتعلموا أحسن تعليم ويحصلوا على أعلى الشهادات، لكن برضو الكلام ده مش سهل، ولو ما كنتش عامل حسابي مش هقدر أعمل كده. طب إيه كمان فايدة التوفير؟ إن أنا محتاج أطور من نفسي مع الوقت. أنا مش هفضل ثابت في مكاني. مفيش أفضل من الاستثمار في النفس البشرية، في نفسي، في أولادي. أتعلم مهارة جديدة، أتعلم أقرأ كتاب جديد، أتعلم حاجة جديدة، أخش دورات جديدة خاصة بالاستثمار بقى أو خاصة بأي حاجة. المهم أستثمر في نفسي. وما ننساش إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده وقال لنا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وربنا سبحانه وتعالى كمان قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وزي ما قالوا زمان: إن كنت على البير اصرف بتدبير. كنت معاكم أحمد عبد العزيز، دمتم في أمان الله.